السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. انا مقصرة معاكم، معلش سامحوني، بس انا هحاول ما اقصرش واحاول انزل لكم فيديوهات الفترة الجاية يعني على طول. يا رب يكون خفيفة على قلبكم، ويكون عيلتنا كده اهوت الصغيرة تكون خفيفة على قلبكم، ونكون بنقدر نضحككم. احنا يكفينا ان احنا نضحككم، نفرحكم حتى. فشكرا جدا 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 للمشتركين الجداد والقدام، واللي لسه هيشتركوا، واللي بيضغط لايك، واللي حتى بيتفرج من غير ما يعمل اي حاجه خالص. بس المره الجايه بقى اتفرج، ويا اما لايك يا اما اشتراك، يا اما الاثنين. والله تبقى راجل كريم وتبقوا ناس محترمين وجدعان وعسل كده اهوت لو عملت لايك واشتراك، وتبقوا فرحتونا بجد يعني. شكرا جدا 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 ليكم، وان شاء الله باذن الله هنكبر بيكم وليكم وعشانكم ان شاء الله باذن الله. النهارده بقى القصه اللي هحكيها دي حقيقيه، والله والله العظيم بقول الحق. القصه دي حقيقيه، مش تمثيل خالص ولا تاليف. يعني لما بيكون تاليف انا بقول لكم ان هو تاليف، دي مش تاليف خالص، دي قصه حقيقيه وحصلت بجد، وهتضحكوا عليها. لان اللي هيضحكوا عليها ان هي بجد اساسا، يعني حصلت بجد. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، زيدوا النبي صلى عليه الصلاه والسلام. صلاه النبي هتدخلكم الجنه. المهم، من 3 4 شهور كده كان في واحد معدي بتروسيكل. المهم اللي راكب التروسيكل ده كان معاه واحد تاني راكب في التروسيكل ورا. سألنا على شارع، على حد، قال لو في فلان الفلاني ساكن هنا. قلنا له والله احنا ما نعرفش حد هنا هو. فراح قال طب فين شارع فلان؟ قلنا له الشارع اللي ايه اللي قدام دوت، هتدخل شمال في الشارع، هو ده الشارع اللي اسمه شارع كذا. فراح قال ماشي. بعد ما مشي، احنا كنا طالعين بيتنا، قفلنا المكنه بتاعتنا وطالعين. بعد ما مشي، ركزوا معايا، بعد ما مشي لقيت الراجل اللي راكب ورا في المكنه، والله الكلام ده بجد حصل. لقيت الراجل اللي راكب في التروسيكل ورا في ولد صغير بتاع 8 سنين كده او 7 سنين، حطه تحت رجليه ومكلفته بحاجه. انا اول ما شفت الواد بصراحه يعني انا حطيت نفسي ان عيل من عيالي مكان الطفل ده. رحت قلت لمحمد يا محمد الحق الراجل دوت خاطف حد. والله زي ما بكلمكم بنفس الطريقه، الراجل دوت خاطف عيل صغير. قال لي ازاي يا ستي خاطف عيل صغير؟ قلت له والله العظيم خاطف عيل صغير. راح محمد قال طب ماشي، راح واخد الجنزير وراح ناطط على المكنه، ركب المكنه وخد المكنه. وفي واحد جارنا تاني برضو فاتح دكان جنبنا، قال له يا محمد اللي جنبنا يعني اسمه محمد برضو، يا محمد التروسيكل دوت خاطف عيل صغير. راح قال له تتكلم بجد؟ شفتوه ازاي؟ قال له والله العظيم حاطط العيل الصغير تحت رجليه، مخبيه تحت رجليه. وخدوا بعضهم وطلعوا يجروا، ركبوا المكنه يجروا ورا ايه، ورا المكنه ديت عشان يلحقوها. كانت اختي جايه تبات معايا، وكان معايا عيالي. هم جريوا بالمكنه وانا جريت انا واختي وراهم. هو قال لي ما تجيش ورانا، بس انا قلت لحسن يمسكوا في بعض بقى وتحصل مشكله وكده. وطلعت اجري انا واختي وراهم، وعيالي كل واحد ماسكني من طرف الجلابيه من ناحيه، وعيالي طالعين يجروا وانا اجري واختي تجري. وكل ما يقابلنا حد في الشارع في عيل اتخطف. ازاي؟ والله العظيم في عيل اتخطف في التروسيكل، واحنا فعلا ده اللي شايفينه. وطلعنا نجري ورا التروسيكل ومحمد جري. المهم حصلوا الراجل، وانا من طول ما انا ماشيه عماله اتصل باصحابه، بعمي، بمش عارفه بامي، باخويا، واتصل بالناس في الشارع، الحقوا ده في عيل مخطوف ومحمد طلع يجري وراه احسن يعمل في محمد حاجه، تعالوا لنا في حته كذا. عملت التليفونات واتصلت المهم يا جماعه طلعنا نجري. بصيت لقيت محمد فعلا لاحق الراجل في الشارع اللي هو سالنا عليه. مشينا في الشارع اللي هو سالنا عليه، رحنا لقينا الراجل فعلا واقف بالتروسيكل ومعاه العيل الصغير. نزل بقى محمد هو وجارنا اللي اسمه محمد برضو، نزلوا وراحوا موقفين الراجل، بيقولوا لو واقف، وقفوا معاه بيقولوا بعد له كده ده اللي اتضرب بالطاسه. عاملين ايه يا المهم حبايبي؟ المهم يا جماعه ايه، انا اول ما دخلت على الراجل قلت له السلام عليكم، ايه يا عم اللي انت عامله دوت؟ هو ابن مين ده اللي معاك ولا ايه الطفل نظامه دوت؟ بيقول لي ابني. قلت له ابنك ازاي يعني؟ هو في حد بيحط عيل كده تحت رجليه؟ قال لي عادي، عشان لسه جايبه من المستشفى وعامل له عمليه في ودنه. فالمهم قلت له لا مفيش الكلام دوت، ولسه طالع امسك في الراجل لقيت ابنه راح قايم، اللي هو كان نايم تحت رجليه، بيقول بابا بابا بابا، وراح انا بصراحه كان شكلي بص وحش قوي. المهم انا وقفت اتصدمت كده، بقول له يا عم يعني طب ليه حاطه كده؟ قال لي اصل أنا والله الجو كان برد وبتاع، فكنت خايف عليه يعني، فكنت حاطه ومغطيه. قلت له بس اللي يشوف المنظر دوت يعني يقول ده انت خاطفه. وكل دوت المهم انا شكلي وحش قوي، انا والراجل اللي معايا رحنا باصين لبعض ولقينا ايه دي جايه وانا طالعه اجري هي انا واختي واختها. والعيال ماسكيني كل واحد من ناحيه، واختي طالعه تجري معايا، وغير المكالمات اللي احنا عملناها والناس اللي اتصلنا بيها وطالعين نجري. بصيت لقيته جاي. ايه يا محمد ايه اللي حصل؟ طلع خطفه. قال لي طلع خطفه ومحمد جارنا اللي جنبه.
بقول له والله حرام عليك المقلب اللي عملتيه. والله العظيم ما مقلب، انا شفت عيل مخطوف محطوط، يعني ما فيش حد بيشيل عيل كده، ما فيش حد بيعمل كده في عيل من عياله. يعني ابسط الامور ان انت هتقعد وهتنيمه على رجلك وهتغطيه، ده منيمه تحت رجليه، حط رجله عليه كده. فده اللي خلاني خضيت ان هو مخبيه عشان الواد ما يعملش صوت مثلا او يصوت او يندى لحد. المهم ايه، بقول له خلاص ماشي، طب وقف عشان اركب. قال لي انت ايه؟ قلت لها لا مفيش والله الكلام العظيم ما ده. انت راكبه، انت تيجي ورانا ماشي كده ده تتجر انت انت كفايه اصلا وعيالك. الخضه اللي احنا خدناها، وكفايه الخضه اللي احنا خدناها اساسا دي لوحدها ان انت تكفي ان انت تمشي من هنا بلاد ماشي. بيقول لي والله لا انت جايه سايبهم ورايا ماشي. انت وعيالك، جر عيالك وتعالي ورايا. طب خدني سيبناها معاك طيب، سيبناها جر فعلا. عيالك وسابوني فعلا. مشيت المشوار ورجعت تاني انا جزاك والعيال الله. اجر في العيال. جزاك الله. اي واحده انا تعمل كده مقلب. غلطانه؟ انت هتريح ولا اجيب الطاسه؟ طاسه هنشوف الطاسه دي. المهم انا لسه عايش، هي قتلتني بالطاسه ولسه عايش مش عارف ازاي انتظروا سبحان الجزء الله. الثاني من فيديو انا اللي قتلت محمد بالطاسه، في جزء تاني لسه. انتظروا الجزء الثاني. خلص الفيديو وهي دي القصه ودي حقيقيه والله. طب ده وحش الغلط بس اساسا. كان شكلنا احنا انا والراجل كان شكله وغير وحش. كده اساسا هم لما اعتذروا للراجل، لما لقوا الواد مسك فيه واعتذروا له بجد، وشكرنا فراح قالوا الراجل. الراجل قال لهم انا مش زعلان على فكره، ده كويس ان انتوا عملتوا كده. ده لو كل واحد عمل كده مثلا ان هو شك في حد، واخد طفل او خاطف طفل شك فيه ووقفه، مفيش اصلا طفل هيتخطف بعد كده. فالراجل ما زعلش لكن هو اتحرج. فبيقول لي حرام عليك، انت خليتينا نشك في واحد ودوت ابنه. بس بالله عليكم، بالله عليكم بجد، القصه دي حقيقيه على فكره والله العظيم، ما تمثيل ولا تاليف. بالله عليكم، انا غلطت في ان انا شفت طفل ممسوك بطريقه غريبه او ممسوك، انا كده غلطانه؟ يعني حتى لو هو ابوه فعلا، هو فعلا طلع ابوه، بس انا غلطانه ان انا فعلا شفت الطفل مستخبي بطريقه غريبه او ماسكينه بطريقه غريبه وبعتهم وراه. انا فعلا والله شكيت ان هم خاطفينه وقلت ننقذه، نمسك الطفل. فانا كده غلطانه. هو بقى خلاني بقى عقابا ليا مشيت المشوار دوت انا واختي والعيال، حتى اختي ما رضيتش ياخدها مش عارفه ليه. طب انا اللي غلطت وانا اللي قلت لك اختي وليه ما عملتش حاجه؟ مش خليت اختي تمشي معايا ليه؟ مش عارف والله، يستاهل الضرب بالطاسه. بس فعلا زي ما حبيبتي قالت لي، انا مش هقول على اسمها برضو عشان خاطر ايه ما يبلغش عننا احنا الاثنين. حبيبتي اللي قالت لي في كومنت في التعليق، قالت لي ما ينفعش الطاسه، ده ممكن يكون والله يا اختي طلع عايش فعلا والله. انا فعلا المره الجايه يد الهون الحديد، ستي عندها يد هون نحاس تطلع لها بتاع 10 كيلو كده، هي دي اللي هضربه بيها المره الجايه. بقول لك ايه يا اختي، امه مضايقاني اعمل فيها ايه؟ اقتلها بايه دي؟ فكري وقولي لي في التعليق. يلا حبايبي سلام، مستنيه الاشتراكات بقى، استنوا الجزء الثاني من فيديو انا اللي قتلت محمد بالطاسه، في جزء تاني استنوني. سلام يا حبايبي، تصبحوا على خير.